سيليكون فالي بنك من بين اكبر الابناك اللي كاينه هنا في امريكا اللي علات بزاف ديال الناس دابا مخلوعين ما عارفين شنو المصير ديال الفلوس ديالهم، ديال الودائع ديالهم، ديال اي حاجه حاطينها في هذيك البنك. السلام عليكم، واش الله فامي، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. معكم ياسين ار فلوجز مغربي في امريكا. خوتي، هذا الفيديو هذا ما غيكونش ديال الرياكشن اليوم، ولكن غادي يكون فيديو مهم بالنسبه للجاليه المغربيه اللي كاينه هنا في امريكا. الاخوان، واش عارفين على انه كاينه واحد البنك من بين اكبر الابناك اللي كاينه هنا في امريكا اللي علات على الافلاس ديالها والفشل ديالها الجمعه اللي فاتت، اللي الاسم ديالها سيليكون فالي بنك، اللي كاين الفروع ديالها كاين في كاليفورنيا وكاين في ماساتشوست. الاخوان، واش عارفين على انه مني تتم الافلاس ولا اعلان الافلاس ولا فشل ديال شي بنكه اللي تكون انت حاط فيها الفلوس ديالك، شنو هما المصير ديال هاد الفلوس هادو، شنو غادي دير؟ المهم خليكم معايا في هاد الفيديو هذا، غادي نشرحوا هادشي اللي واقع وعلى الاشاعات اللي حاليا تدور في مواقع التواصل الاجتماعي والروينه نايضه. اوكي خوتي، انا عارف على انه بزاف ديال الناس ما عارفين شنو واقع، ما عارفينش القوانين، ما عارفين شحال من حاجه، ولكن هادشي علاش انا تنحاول انني الا عرفت شي حاجه نبارطاجيها معكم. وانا عارف كاينين عاوتاني بزاف ديال الناس اللي عارفين وقارين هادشي ويعرفوا القوانين ويعرفوا شنو داير حاليا في الدنيا وشنو داير في السياسه وشنو داير في الاقتصاد. ما تنتمنى على الناس هادو يحاولوا انهم يبارطاجيو باش المعلومه توصل للناس بزاف. والناس اللي تتفرجوا فيا دابا وما عارفش هادشي اللي غادي نشرح دابا، ما كانش عندك عليه واحد العلم، بليز بارطاجيه مع الاخوان ديالك باش توصلهم المعلومه. خوتي، كيف ما تتعرفوا معايا، البنكه اللي دارت الافلاس ديالها اللي هي سيليكون فالي بنك، اللي عندها فروع في كاليفورنيا وفي ماساتشوست، اللي صافي سدات الابواب ديالها. يعني هاد الناس هادو ما عارفينش المصير ديال الفلوس ديالهم في غادي تمشي. ومن خلال هادشي اللي واقع مؤخرا ديال التوقعات، تيخرجوا ناس في مواقع التواصل الاجتماعي وتيبداو يقولوا واحد التوقعات ديال الزلازل، توقعات ديال الحروب، توقعات ديال مشاكل سياسيه واقتصاديه والركود اقتصادي وشحال ديال الحوايج. ومن بينها كانوا توقعات قالوا على انه غيكونوا انهيارات ديال الابناك اللي عالميه ومعروفه. وهادشي ولا تيخلع، يعني من خلال ما شفنا مؤخرا الجمعه اللي فاتت تم اعلان ديال هاد البنكه الافلاس ديالها، فهادشي ولا تيخلع بزاف. خوتي، هاد البنكه هادي اللي هي سيليكون فالي بنك واحد من بين اكبر الابناك اللي كاينه هنا في امريكا، والارقام ديالها كانوا ارقام قياسيه. ما كاين شي واحد اللي كان تيظن على انها غتعلن الافلاس ديالها. يعني في غمضه عين تم الاعلان على الافلاس ديال هاد البنكه. نهار الخميس الصباح كان كلشي مقاد، كلشي ما كانش شي مؤشرات ولا شي حاجه اللي ممكن انك تقول هاد البنكه هادي غيجي واحد الوقت غادي دير تعلن على الافلاس ديالها. فالجمعه الصباح تم الاعلان على الافلاس ديال هاد البنكه هادي. من هنا غادي يعني يعطينا واحد التساؤلات بزاف اللي تتقول شنو واقع. وكيف ما قلت لكم، الاشاعات اللي ولا مؤخرا ولاو بزاف ديال الناس تيقولوا خاصكم تخرجوا فلوس ديالكم، خاصكم تحاولوا على انكم تخليوا الكاش عندكم في الدار، على انكم خاصكم تشريوا الذهب عوض الدولار، انكم تشريوا العقار، ما تخليوش الدولار، ما تخليوش فلوس في البنكه، ما تخليوش هذه. المهم فهادشي كامل راه خاطئ الاخوان. كاين واحد القانون اللي غادي دابا نشرحو من خلال هادشي اللي وقع ديال الافلاس ديال هاد البنكه هادي. فالاخوان الا فكرنا بالعقل، الا مشيتي هزيتي فلوسك من البنكه وحطيتيها في الدار، فهنايا تخلق واحد الخطر كبير بالنسبه لك نتايا. مني غيعرفك شي واحد حاط فلوس في الكاش في الدار عندك، راه غيولي يعني تتعطيهم الضوء الخضر باش انهم يوليو يدخلوا عندك للدار ويسرقوك. المهم، وبالنسبه لهاد البنك هادي اللي اعلنات على الافلاس ديالها، فهذه هي ثاني مره اللي غيتم اعلان على واحد البنكه كبيره في ميريكان
في تاريخ امريكا هذه هي ثاني مره اللي غيتم اعلان ديال الافلاس ديال شي بنكه. لذلك السلطات الامريكيه مني تعلن على الفشل ويعني افلاس هذه البنكه، فعلنات خرجات باعلان تتقول فيه على انه جميع الودائع والفلوس ديال الناس اللي كاينه في هذه البنكه هذه فهي تحت مسؤوليه واحد المؤسسه فيدراليه، واحد المؤسسه فيدراليه للتامين كاينه في الولايات المتحده الامريكيه. هذه المؤسسه الفيدراليه سميتها الاف دي اي سي، كيف ما تشوفوا معايا في الشاشه سميتها الاف دي اي سي. هذه المؤسسه هذه هي مؤسسه فيدراليه لتامين الودائع ديال الناس، ولا كما نقولها بطريقه سهله لتامين الفلوس ديال الناس اللي حاطين في البنكه. ولكن هذا التامين هذا من خلال هذه المؤسسه غيأمن لك فلوسك up to $250,000، يعني الماكسيموم اللي غتقدر تأمن لك هو 250 مليون، ما تقدرش تفوت لك 250 مليون. لذلك فإن على الناس اللي عندهم فلوس في ابناك اكثر من 250، نهضروا حنا على هذه البنكه هذه اللي دارت الافلاس ديالها، يعني الناس اللي حاطين الفلوس ديالها اكثر من 250 مليون في هذه البنكه اللي دارت الافلاس ديالها، فكما تيقولوا يعني مشات لهم الفلوس ديالهم. يعني هاد الفيدراليه المؤسسه هذه غتقدر ترجع لهم 250 مليون. مثلا عندهم مثلا عندك انت 300 مليون في هاد البنكه هذه وعلنات على الافلاس ديالها، فهاد الفيدراليه المؤسسه الفيدراليه للتامين غترجع لك 250 مليون فقط، 50 مليون غتمشي هباء منثورا. فهذا هو القانون اللي ما عرفتش انا، ممكن بزاف ديال الناس ما يكونوش عارفين على هذه المؤسسه اللي سميتها الاف دي اي سي، فحتى انا حاولت انني نبارطاجيها معكم باش تعرفوا شنو كاين. حتى الاخوان اللي عندهم ميسر لهم الله وعندهم فلوس اكثر من 250 مليون مع اي بنكه، فحاولوا انكم مثلا تقسموا الفلوس ديالكم ما بين الابناك، ما تفوتوش 250 مليون في بنكه واحده باش الله يستر. مع ولينا ما بقيناش عارفين شنو تيوقع في هذا العالم هذا، فغتغمض تنعس، تمشي تنعس تغمض عينيك تفيق تلقى شي قانون ولا شي حاجه واقعه. فلذلك من خلال هادشي اللي واقع نهار الجمعه، فحاولوا انكم تتعلموا، واللي عنده كيف ما قلت لكم اللي عنده فلوس اكثر من 250 مليون يحاول انه يقسمها، يدير مثلا 150 هنا 200 هنا، المهم باش حتى لو وقعت شي حاجه للبنكه ديالو فهاد المؤسسه ترجع ليه الفلوس ديالو وما يضيعش فيها. حاليا مؤسسه اف دي اي سي تدير واحد مخطط باش انها تعاود تفتح الفروع ديالها اللي كاينين في كاليفورنيا، والفروع ديالها اللي كاينين في كاليفورنيا وفي ماساتشوست اللي غتبداها من اليوم الاثنين، باش تبدا تحاول انها ترجع الودائع ولا ترجع الفلوس الناس اللي حاطين فلوس ديالهم في البنك ديال سيليكون فالي بانك. الاخوان المشكل اللي كاين هو اننا ما عرفناش واش هذا القرار ديال الافلاس ديال هذا البنك هذا واش عنده علاقه بهذا ارتفاع ديال لي زانتيري، واش عنده علاقه بهذا المشكل ديال الركود ديال الاقتصاد اللي كاين في امريكان حاليا، واش عنده علاقه بشي حوايج سياسيه اقتصاديه، فما عرفناش. والمشكل هو انه ما تعرفش من هنا لغدا ممكن بنك اخرى غتم الانهيار ديالها، ممكن ابناك اخرين غيبانوا في الطريق جايين في الطريق، فهذه البدايه. فلذلك الاخوان حاولوا على انكم تعرفوا شنو ممكن انكم ديروا، كيفاش تسيكوريزيو الفلوس ديالكم، كيفاش تسيكوريزيو اي حاجه متعلقه بكم مع الابناك اللي نتوما تتعاملوا معاه. فغادي نحاول الاخوان نعطيكم بعض الابناك الامريكيه اللي كاين هنا في امريكان وعندها التامين ديالها مع المؤسسه الفيدراليه للتامين اللي كاين هنا في امريكان اف دي اي سي. وكيف ما حتى نتوما خاصكم تعرفوا اي واحد عنده البنكه ديالو خاصو يتاكد على ان البنكه ديالو راها مرتبطه وعندها علاقه مع الاف دي اي سي، باش الله يستر الا وقع شي مشكل البنكه ديالو فلوسو ترجع. من بين الابناك كما قلت لكم كاينه بنك اوف امريكا، كاينه تشيس بانك،
كاينه سيتيزن بانك، كاينه ويلز فارغو بانك، كاينه سينكروني بانك، كاينه سيتي بانك، كاينه بي ان سي بانك، كاينه هانينغتون بانك، كاينه كوميريكا بانك. الاخوان هاد الابناء كاملين اللي ذكرت لكم دابا راه كاينين انشورد مع الاف دي اي سي، يعني لو وقع شي مشكل في هاد الابناك هادو فهم مامنين على انهم يرجعوا لك فلوس ديالك اب تو 250,000. من فوق 250 مليون راه ما غاديش يرجعوا لك 250، وما اي حاجه فوق 250 غادي تمشي له. اوكي الاخوان اللي ما سمعش البنكه ديالو في هاد لا ليست اللي قلت، راه كاينه لا ليست كبيره، حاولوا انكم تدخلوا تكتبوا في جوجل اف دي اي سي انشورد بانكس ان امريكا، غتخرج لك لا ليست كامله ديال كاع الابناك اللي يعني مامنه مع الاف دي اي اف دي اي سي، مع المؤسسه الفيدراليه للتامين هنا في الولايات المتحده الامريكيه. الاخوان فنتمنى ان الفيديو يكون فاتكم، ومن خلال هادشي اللي واقع حاليا في الاقتصاد العالمي ولا في المؤسسات الماليه هنا في امريكا، نستافدوا من هادشي اللي وقع ونعرفوا شنو تنديروا، نعرفوا البنكه ديالنا، نعرفوا مثلا المهم تكونوا عارفين شنو تقدروا ديروا الا وقعت شي مشكل مع البنك ديالك. اوكي الاخوان نتمنى الفيديو يعجبكم، ما تبخلوش عليا الاخوان باللايك بكومنت، عندكم اي سؤال مرحبا به، واللي تفرج في الفيديو هذا حاول انك تبارطاجيه مع الاخوان ديالك باش توصلوا هاد المعلومه هذه الا ما كانش عارفها. الا كان عارفها فهادشي اللي تنتمناو وهادشي اللي كاين الخوت ديالي. تهلاو ليا في ريوسكم حتى الفيديو جديد ان شاء الله. يلا السلام عليكم.